بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقة جديدة من على الخريطة النهاردة هنتكلم على أقدم خريطة جيولوجية في العالم، خريطة تورين. الخريطة ديت كانت من 1150 سنة قبل الميلاد، وكانت في مصر هنا. واللي أمر بإنشاء الخريطة ديت كان الملك رمسيس الرابع. الملك رمسيس الرابع أمر بخروج بعثة إلى الصحراء الشرقية لاكتشاف كل المعادن والصخور والذهب اللي موجود فيها، وأمر معاهم أحد الرسام إن هو يخرج عشان يرسم كل المظاهر الطبيعية اللي هتقابل البعثة دي. كان اسمه أمل نحت. فأما خرجوا كانوا ماشيين مع وادي النيل حتى مدينة قفط، ولما راحوا هناك ذهبوا إلى وادي الحمامات. زي ما احنا شايفين الخريطة دي قديمة جدا اللي موجودة قدامنا على الخريطة، لكن الخريطة اللي احنا بنشتغل عليها التانية دي خريطة احنا اللي عملناها لتوضيح وتسهيل المعلومة للناس. أما خرجت البعثة ديت في 100 من 1150 سنة قبل الميلاد. كل الحاجات اللي موجودة على خريطة الإرث، من أودية إلى جبال إلى صخور جرانيتية، كل حاجة دي كانت بتدل على إن المصري القديم عنده علم واسع جدا جدا، وبيعرف يبين كل حاجة. زي الخريطة القديمة مبينة كل حاجة وموضحة بالألوان اللي موجودة، ألوان غامقة وألوان فاتحة بتبين كل معدن من نوعه وكل صخر من نوعه. البعثة دي كانت أهم حاجة عندها في الأصل خالص استخراج أحد حجارة بخل اللي كانت بتعمل منها المعابد والتماثيل الضخمه دي. هم كانوا طالعين في الاصل عشان المهمه دي، بس اما طلع معاهم الرسام دوت رسم كل حاجه زي ما احنا شايفين، من اول الاوديه وادي النيل والصحراء الشرقيه كلها، ورسم كل المعالم من اول الحجاره الجرانيتيه الى كل انواع الصخور والذهب. ودي كانت اول خريطه جيولوجيه موجوده في العالم، وده يدل على ان المصري القديم كان عنده علم واسع جدا، وعلم الجغرافيا كان موجود، بدليل ان هو عمل كل الرسومات بتاعته ورسومات تفصيليه. من 1150 سنه كانت اقدم خريطه موجوده في العالم في خريطه تورين، والخريطه دي موجوده الان في احد المتاحف في ايطاليا. وبنطلب ان شاء الله عوده الخريطه ديت الى المتاحف المصريه، وان شاء الله تكون موجوده عن قريب. وانا بشكركم في حلقه جديده من على الخريطه.